السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا أحلى متابعين؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رمضان كريم علينا وعليكم. اليوم وصفتنا هي وصفة البريوش. البريوش بياخد العقل بطعمة ونكهة ومنظر وطراوة، ما شاء الله بياخد العقل. تعالوا لأعطيكم الوصفة بمكونات متوفرة بكل بيت، وصدقوني ما بده تعقيدات وسهل وبياخد العقل. يلا لنبلش بأطيب وصفة بريوش. هلأ بدي أضيف كاستين من الحليب الدافي. ال الحليب يكون دافي ما يكون سخن، مشان الخميرة ما تنتزع عنا. إذا كان الحليب سخن الخميرة بتبطّل تفاعلها وما بتتخمر عنا العجينة. كمان سكر، نص كوب من السكر ما يعادل 10 معالق كبار. هي سكرها كتير لإنه تيجي حلوة. معلقتين كبار من الخميرة، باحرّكن مع بعض وباغطّيهن، باتركهن حتى يتخمّروا. هلأ باغطّيها 10 دقايق بين ما تتفاعل الخميرة. إذا كان عندكم الجو بارد معلش 15 دقيقة بين ما تتفاعل الخميرة، لإنه الجو الدافي إذا بتحطّوا العجينة بجو الدافي بيساعدكم بالتخمير أكتر، وقت يكون الجو بارد بيبطئ عنا التخمير. وهلأ بعد ما خمّرتها، شوفوا شلون الخميرة مبين عنا إنه ضاعف حجمها. هلأ باضيف بيض بحرارة الغرفة، بيضتين، وباضيف ربع كوب من الزيت النباتي. ورشة ملح، يعني نُص معلقة صغيرة، ونُص معلقة صغيرة بيكنج باودر. باخلطهم مع بعض قبل ما أضيف الطحين، مشان يتخلطوا عنا المواد منيح ويتوزعوا بقلب الطحين. عيار الطحين بنعتاز من ال5 كاسات ل6 كاسات، يُفضّل تضيفوا بالتدريج، يعني أولًا ضيفوا 5 كاسات وعجنوهم مع بعض، وبتشوفوا إذا العجينة لساتها عندكم ملزقة كتير بالإيد وبدها طحين، ضيفوا نُص كاسة، نُص كاسة حتى توصلوا ل6 كاسات. باعتقد إنه هيك خلص ما عاد بدها طحين غير أكتر من 6 كاسات، وإن شاء الله عندكم بيطلع القوام بجنن. هلأ أنا متل ما قُلت لكم ضفت 5 كاسات وعم ضيف النُص مشان أعجنها. أنا عندي أخدت العجينة 5 كاسات ونُص تقريبًا. طلعت العجينة عندي ممتازة. وباضيف عليها أنا وعم باعجنها 50 جرام من الزبدة. عندي الجو بارد مشان هيك دوّبتها شوي وتركتها حتى تصير بحرارة الغرفة. وهلأ باضيفهم مع بعض متل ما قُلت لكم وباعجنها. هاي الزبدة بتعطيها نكهة بتجنن وملمس طري. بدها عجن تقريبًا من ال5 دقايق ل7 دقايق حتى يصير الملمس عندكم طري وما يتلزق بالإيد. هلأ باتركها ترتاح لمدة ساعة لساعة ونُص حتى يتضاعف حجمها. أنا عندي جو بارد، بقى شغّلت الصوبيا وحطيتها قدّام الصوبيا، أكلت عندي ساعة وقت تخمير ما شاء الله اتخمّرت كتير منيح. فيكن أنتم تخلّوها على راحتها كمان ساعة، ساعة ونُص تكون عندكم اتخمّرت. هلأ حطيت كيس نايلون متل ما شفتوا بالأول ستريش، بعدين حطيت فوقها قماشة، بعدين غطّيتها. هي الطريقة أحسن مشان تساعدكم على التخمير. شوفوا ما شاء الله شلون ضاعف حجمها. يالّا لنبلّش بتقطيعها. هلأ بارش رشّة طحين على المشمّع اللي عندي، وباقطّعهم بأحجام متساوية. شوفوا العجينة ما شاء الله قديش نافشة. وهلأ بعد ما أقطّعهم متل ما قُلت لكم بدي أحاول كوّرهم وساويهم بمنظر حلو منشان ما تتشقّق عندي العجينة وقت الشوي. كتير ضرورية هالعملية. وبنشغّل الفرن وبنشغّل يكون كتير الفرن حامي يكون فوق كتير وتحت، حامي فوق بنحطّه طبعًا وتحت، بالنُص وبنحطّه طبعًا وما بالنُص بتاكل وقت كتير وما شوي، بتاكل وقت يعني من كتير شوي، 20 يعني دقيقة من 20 ل30 دقيقة دقيقة قبل كتير ل30 بتكون دقيقة عندكم مستوية بتكون إن شاء عندكم الله. مستوية إن شاء الله. شوفوا متل ما شايفين هيك مع الأسف باعمل لهم. كانت الكاميرا مع عندي الأسف كانت واقفة ما الكاميرا قدرت كتير عندي صوّر واقفة لكم ما قدرت شلون كتير نفشوا. صور لكم شلون هلأ نفشوا. من هيك هلأ من هيك عم باحكي باخلّي قبل بوقت فراغ بيناتهم باخلّي فراغ أصبعين بيناتهم لكل بين الوحدة أصبعين والتانية. بين شوفوا الوحدة شلون والتانية. ويكون شوفوا الوش شلون؟ تبعُن ويكون مالِس، الوش يعني ما تبعُن يكون مالِس، في يعني ما يكون تشقُّقات أبدًا، في مش تشقُّقات تشقُّقات أبدًا. بصوّر شوي شلون بس، هي باصوّر قبل شوي ما بس. ينفشوا هي خلّيتهم قبل ما يختمروا نُص ينفشوا ساعة. خلّيتهم يختمروا نُص ساعة، وهي بعد الاختمار وهي بعد بنُص ساعة. الاختمار هلأ بنُص بيطلع لكم ساعة. صور وقت خمّرتُن هلأ صور بيطلع لكم سريعة. صور وقت خمّرتهم صور سريعة.
الوجه دهنته بالبيض وشوية خل وحليب. هلأ طلّعتهم من الفرن، رشّيتهم رشّة مي وبدّي غطّيهم بشقفة قماشة وباتركهم بس 5 دقايق، وهلأ بعد 5 دقايق رح أدهن عليهم قطر بيعطيهم لمعة كتير، كتير حلوة وحتى بيعطيهم طعمة طيبة. بادهن عليهم قطر وبارِش عليهم رشّة جوز هند، وعن جد طعمتهم بتاخد لعل السحور أو إذا إجا لعندكم حدا بعد الفطور بتحبّوا تضيفوه، كتير، كتير، كتير طعمتها طيبة وما بينمل منها عن جد، وخفيفة على القلب يعني ما بتحسّوها إنه تقيلة، خفيفة متل الغيوم. عن جد باتمنى إنه تجربوا الوصفة، إذا جرّبتوها وعجبتكم كتبوا لي بالتعليقات، وعن جد كتير عم باتعب بالفيديوهات وحاولت قد ما أقدر نزّل لكم بفترة رمضان، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة. كتبوا لي تعليق حلو متل شاركوا أصحابكم وأحبابكم خلّيهم يشوفوا فيديوهاتي، وباحبكم كتير. يالّا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نختمها بالصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد. يالّا سلام.